السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومعانا الكورة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. النهارده كانت قرعة دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، كمان الأهلي والزمالك في الدوري. نتكلم أولا عن القرعة. مفاجأة في قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، الأهلي يقابل سيمبا التنزاني في ربع النهائي، والفائز من الأهلي وسيمبا هيقابل الفائز من مازيمبي وبيترو اتلتيكو. المباراة الأولى مباراة ربع النهائي يوم 29/3 أو 30/3. على الناحية الثانية الترجي هيقابل أسك ميموزا، ويانج افريكانز هيقابل سان داونز، واللي هيفوز من الترجي واسك هيقابل اللي هيفوز من يانج افريكانز وسان داونز في دور نص النهائي. والمباريات ربع النهائي يوم 29 زي ما قلت و30/3، وبعد كده هو مباراة نص النهائي يوم 5 أو 6/4 شهر ابريل. الاهلي ان شاء الله الاول طبعا، فمباراته كلها مباراة الاياب هتبقى في القاهرة. يعني لو ان شاء ربع النهائي اول مباراه في سيمبا، مباراه في تنزانيا، المباراه الثانيه في القاهره مباراه الاياب. لو صعد ان شاء الله لنص النهائي برضه هتبقى مباراه الاياب في القاهره، ولو صعد من النهائي مباراه الاياب النهائي المباراه الثانيه في القاهره. على الناحيه الثانيه نادي الزمالك يقابل فيوتشر في الكونفدراليه، واللي يفوز من الزمالك والفيوتشر هيقابل اما استاد مالي او دريمز الغاني. على الناحيه الثانيه ابو سليم ونهضه بركان، واللي يفوز من ابو سليم ونهضه بركان هيقابل اللي يفوز من ريفرز يونايتد واتحاد العاصمه. يعني الاهلي بعد عن صن داونز الفريق الاقوى في افريقيا، لو قابله ممكن يقابله في النهائي. كذلك الزمالك طريقه سهل الا في النهائي طبعا، بعد عن اتحاد العاصمه ونهضه بركان يعني هيقابلوا بعض في الدور قبل النهائي. ده بالنسبه لقرعه دوري الابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه. نيجي للدوري المصري والمباراتين الاهلي والزمالك يتغلبوا في الدوري. الاهلي باخطاء ساذجه، اخطاء في التشكيله، اخطاء في كولر، كمان خطا من الحكم والفار، ضربه جزاء واضحه للنادي الاهلي. كان خلص الاهلي خلص، كان 2-1 بعد ضربه الجزاء دي، لو جت بقت 3-1 كان الاهلي خلص في الماتش، او كان 2-2 والاهلي جاب الهدف الثالث بال 3-2 وضربه جزاء بعديها كان 4-2 كان الماتش خلص للنادي الاهلي. ولكن تعادل البنك الاهلي، يعني الاهلي اتقدم في الدقيقه 3 ثم تعادل البنك الاهلي اتقدم تاني، تعادل البنك الاهلي اتقدم بهدف ثالث. قلنا خلاص كده هو المباراه يعني لفظت انفاسها الاخيره، واذ بالبنك الاهلي يتعادل، ثم البنك الاهلي كمان يفوز في الدقائق الاخيره. علامات استفهام كتير على التغييرات، وعلامات استفهام كتير على التشكيله، اخطاء في التشكيله كتير. عمر كمال عبد الواحد اخطاء بالجمله. مين شلل النهارده؟ عمر كمال، ومعاه رامي ربيع لعب ماتش قوي جدا وماتش عالمي ليه، لكن خطأين. الخطأ الاول الهدف الثالث اللي غلطه منه، وكمان الكوره اللي فيها شبه ضربه جزاء، انت رامي وحدك، انت جوه 6 ياردة، لمسه جون، اي لمسه جون. النهارده مباراه سهله جدا، كان الاهلي ممكن يطلع فايز باكتر من هدف. يعني المباراه كان خلاص الاهلي هيفوز فيها، ولكن يعني البنك الاهلي لعب مباراه قويه برضو، واحرز الفوز و3 نقاط، واول هزيمه النادي الاهلي في الدوري السنه دي. الاهلي اول مباراه يتغلب فيها، يعني كده ال 18 فريق في الدوري المصري كلهم اتغلبوا. كان الاهلي الوحيد اللي ما اتغلبش. النهارده الاهلي يتغلب من البنك الاهلي. كمان على الناحيه الثانيه الجونه والزمالك، الجونه يفوز على الزمالك 3-2، الجونه هتقدم هدف، ثم في 4 دقائق من الدقيقه 51 و56 وتألق فتوح الزمالك يفوز، ثم تعادل الزمالك كمان، تعادل الجونه، والجونه يقلب الطاوله ويفوز زي ما البنك الاهلي قلب الطاوله على النادي الاهلي. الجونه قلب الطاوله على الزمالك وفاز 3-2. يعني الفريقين الاهلي والزمالك اتغلبوا في الدوري النهارده. كمان زيد والمصري برضو، زيد نفس الامر كان متقدم، التعادل المصري تقدم زيد، التعادل المصري 2-2. والهلال السعودي اصبح الفريق الوحيد في العالم او في التاريخ الحديث
يعني لم يهزم، فاز النهارده على الاتحاد رايح جاي 2-0 وصعد في دوري ابطال اسيا. فاتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير، واخيكم عمر العالميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.